كنحمد الله ونشكرو. انسان ابن بيئتنا كبير في كيريان. شنو بغيتي نخرج كنلعب الجولف؟ مون بيبي فهمتي. ردوني كندخل الرجال على مراتي. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جينا نوضحوا في هذا الفيديو سبب الكره ديال تحفة شو دنيا باطمة. خليكم مع التفاصيل. السبب اخوتي هو ان حساب حمزة مون بيبي ضر تحفة كتير بزاف، حيث وصلت به الوقاحة انه جبد ليه الام ديالو. صوروها كانت واقفة مع الخضار او نقولوا كانت كتقدى، وقالوا على انها كدير علاقات مشبوهة مع الخضارة كاملين، وقالوا على ان تحفة لقيط. وهذا الشيء قالوا هو بلسانه، قال على ان الحاجة اللي ضراتو بزاف هو الابن ديالو اللي اخترقوا ليه الهاتف ديالو وهزوا شي حوايج منه وبداو كيصيفطوا للاصدقاء، وقالوا على انه شاذ جنسي، يعني السمعة ديال ولدو خسروها ليه، ولدو دخل في واحد الاكتئاب اللي حاد. من تما تحفة حلف على انه غياخد الحق ديالو من هذا الحساب اللي هو حمزة مون بيبي، الحساب المشؤوم، لان بما ان دنيا باطمة كانت مشاركة فيه، وهاد تحفة كان متأكد بان دنيا باطمة هي وراء هذا الحساب. داكشي علاش كيهاجمها الى يومنا هذا. غنخليكم مع مقاطع فيديو اللي كتبين ان دنيا لها علاقة بحساب حمزة مون بيبي، خصوصا بالخبرة اللي داروا التليفونات ديالها وديال ابتسام اختها. خليكم مع الفيديو. المهم هذا الطبال، هذا الشيخة لن أعيدها لكم بالأزيد، هذا الطبال وهذا الشيخة هو الذي يعني جاب لكم التمام. إخواني أخواتي، غادي نطرق لواحد القضية ربما يغفلها الجميع. هاد العصابة ديال حمزة مون بيبي، منهم عيشة عياش، منهم سيمو بالبشير، منهم دنيا باطمة، ألم تلاحظوا أنهم كانوا يسيطرون على الإعلام؟ خذوا هاد النقطة وتبقاو تأولوا في كيسولونا بزاف على سيروا سولوا فينا هاد الاخرين لعل كترضى. لا ما نسرح انايا، سرحت راه الجبل سكتني. فوت الحمام شد التفاهات ماشي هذيك الحمل عنفتيه على نسيتي اليوم كنتي كتقول لهم غادي نشوهكم في الصباح. اما باش تجيو تستفزوني عرفتي، انا الا رجعت كما كنت راه غنجمع كلشي. ملا صافي بغينا نبداو واحد الصفحه جديده، ما بغيتوش تخليونا نبداوها كاع، كنساليو من هذا. ماشي لانك كتقول مطلوب، لا انت ما مطلوبش، انت صغير. اليوم كنتي كتقول لهم غادي نشوهكم في الصباح. نسيتي نهار كنتي كتقولي نشدكم ونحرككم. نسيتي نهار تقولي للمطربه فنانه مسكينه تقول لها العرجه. نسيتي نهار كنتي تقولي لالاك سعيده تقولي لها البقره. نسيتي نهار التأماد اللي عندنا هنايا وعيط لي البنتي على الديسياف. نسيتو نهار صورتوا لي فاطمه الزموريه في المارشي. تستوعبي ان دنيا فايتك بمراحل، انا دنيا باطمه فايتك بسنين، انا دنيا باطمه سابقك بشهره، انا دنيا باطمه اسمها كبر منك وكبر من سميتك، انا دنيا باطمه خاصك تخدمي مزيان باش تجري بحالها. هذا عليكم يكونوا واقعيين شويه، استوعبوا هذا الشيء. هو غيضركم في خاطركم شويه، مي هذا هو الواقع، خاصك تقبلي الواقع، ماشي تتعاملي على الواقع وتضحكي على راسك. وخايب اصعب احساس هو انه تكون في الداخل ديالك يكون عندك نقص، هذا اصعب احساس، انه عارفه داك الانسان احسن منك وكتعمي عينيك والداخل ديالك عندك هذا الاحساس، هذا واعر. كنتي كتغني في الطوالات وكديري فيديوهات باش يستنجدوا بك ناس اخرين وباش يلاه توصلي صوتك لانك ما تقبلتيش في برامج الهواة، هذا ماشي ذنبي. وفي ديك الوقيته انا راك تخيخت في العراسات ودرت الفيديوهات وشبعت واش غنقول لك، وصلت للفينال بزاف ديال البرامج وبزاف ديال الحوايج. شتي من نور انا نختار بك الثقه، تركلي عليها الله يرضي عليك، تركها راه خايب وكيجيب غتجيبها في راسك. نصيحه الواقع ديالكم، ومكنبغيش نعبر لكم على انتم شنو كتسواو في المجتمع وشنو في نظر الناس، بليز باش ما تبقاوش تجرحوا وتسمعوا كلام اللي هو الواقع اللي كيضركم وانتم عارفينه من الداخل وكتعانوا عليه، باش ما تجرحوش راسكم.
وما تحسوش بنقص، فما تبقاوش دائما تستعينوا بيا. عافاكم، انا حيت خايبه اللي كيجبدني شي واحد كنخيال وانا ظريفه كاين اللي عندهم ناس راه معروفين، راه باساميهم، راه اساميهم كبيره وما كيخلصوش، ما كيبغيوش يجيبوا فنان اللي غالي. هذه حاجه طبيعيه، ماشي لانك كتقول مطلوب، لا انت ما مطلوبش، انت صغير، انت رخيص. اوكي، بين بنت فلان وبين بنت فتلان. دوك الماضي ديالك عمرك ما تبدليه وغيبقى يلاحقك، وهذا هو المشكل اللي كنت قلتها ديجا وغنعاودها. الفنانه المغاربه ما قارينش الماركتين والفن وتكون ستار. ملي تكون ستار كذبي كذبه ولصقي فيها، ولكن بيع الكذبه ديالك واعره. ما يمكنلكش تجي الناس عارفينك منين جايه وفين كنتي ساكنه وجايه اليوم الفيلات وتقولي لهم انا بنت فلان، راه ما يمكنش. المغاربه راه ماشي حمير وما ديرهاش بالمغاربه، والمغاربه مع المغاربه راه عارفين شي تحنشي. دونك الماضي ديالك تيجبدوا لك. دونك هذه هي المشكله، اللي هذا هو ليستوار ديال مريم. ولكن انا ما عندي ضدها حتى حاجه. انا سولوني على شنو وقع ما بين مريم وكريم، وقلت ديك الشيء اللي كاين، ما زدت من عندي، ما جبت مستندات. اعلامي غنهضر على الاعلاميين وتدخل الاعلاميات اللي جالسين تما ينقزوا ويحنقزوا وتقول لك انا فاعله، انا تاركه، وانا ناجحه. باش بنتي ناجحه 5000 دولار اللي تشدي، راه ما غديرلكش الفيرست كلاس، وما غديرلكش المالديف، وما غديرلكش لي فواياج، وما غديرلكش. مي هو ما كتخاف من حتى واحد. سعيده علاش ما جاوبتهاش؟ ماشي خايفه منها، ثقوا بي والله ما خايفه منها، وانما ما عرفت جاني عليها واحد البرود القلب مع كديما عارضه عليها وداكشي. انا حشمت سيدي، اش غنجاوب فيها وانا كنت في الماء كندير شي حاجه كنعرض عليها وما عقلاتش على داكشي. اش غتقولي لها؟ ما عندك ما تقول، نسى صافي. اما باش تجيو تستفزوني، راه انا الا رجعت كما كنت راه غنجمع كلشي. لا صافي، بغينا نبداو واحد الصفحه جديده، ما بغيتوش تخليونا نبداوها كاع. كنساليو من هذا يطلع لينا هذا، والله العظيم ما خليتوناش كاع. انا عندي عتاب كبير لمريم سعيد، يمكن ما طرقتش لهذا الموضوع من قبل. بنت بلادي وعزيزه عليا، ولكن كنت يعني كنعاتبها. علاش؟ لانها مجموعه ديال البرامج اللي هما ايتي بالعربي او غيرهم كانت كتكلم عليا بواحد الطريقه، كتوصل الصوره ديال دنيا باطمه بطريقه غلط. كانت توقف واللي حداها هو يتكلم على دنيا باطمه، ولكن كانت هي كتهضر على دنيا باطمه، كتنزل صور على دنيا باطمه بالفوتوشوب. الله يرضي عليكم كبروا شويه صافي، راه عينا والله الا عينا. انا بعدا عيت من هاد والمصيبه انه البنادم الا قال كلمه زوينه رجعتو خواف دواء ولا خايب. ما والله ما عرفنا منين نشدوكم. غير اللي خاصكم تعرفوا انا ودنيا